هذه المقطوعة الشعرية من الشاعر اليمني مجلي القبيسي ومن كل اليمنيين إلى فضيلة الشيخ عايض القرني، والتي بعنوان هاشتاج تأتي منه الريح شيله واستريح. يقول: قولوا للداعية والعالم المعروف يسمعني، أنا جيته ب5 أبيات فيها لؤلؤ مكنون. قولوا للداعية والعالم المعروف يسمعني، أنا جيته ب5 أبيات فيها لؤلؤ مكنون، وأنا شاعر وجيد الشعر ما قصدي يشاعرني ولا همي سوى شعبي وحدة شعبي الميمون. وللعالم علي حق الأصغى يوم ينصحني، ومن حقي إذا جيت أنصح أهل العلم يستمعون، وأول قول بقوله ويدي ماسكه دقني، ولا تزعل إذا أنا قلت يا حما عليها تقول، تقسمني في الهاشتاج يلي جيت تنصرني، وكنك ما عرفت إنها صنعة جزء من سيئون. كلامك عندنا محسوب لأنك عايض القرني، وحاشاك الخطأ والميل وانت العالم الموزون. ولو ما قلت كلمة شيخ قبل الاسم تعذرني، نخليها بدون القاب ونركز على المضمون. فكلمة شيخ عند الشيخ لا تسمن ولا تغني، لكونك داعيها محبوب وأحبابك ملان الكون. وانا فاهم لقصدك من وراء المنشور واش تعني، ولكن كيف يفهم قليل العقل والمجنون؟ يقول انك تشجع جزء مني ينفصل عني، وانا كلي يحب الجزء ما يرضى بدونه دون. عدن عيني وصنعاء عين يافع مثل ما عيني، فهل ترضى لنا نمشي في الدنيا بدون عيون؟ لدينا ناس معول هدم وانت خير من يبني، فلا تعطي مبرر لانتشار السل والطاعون. لدينا ناس معول هدم وانت خير من يبني، فلا تعطي مبرر لانتشار السل والطاعون. رجاء عدل الهاشتاج يا دكتور وافهمني، يكفي قد إشارات الخطر زادت على الطبلون. إذا لأهل اليمن تقدير عندك بتقدرني، وكل الشعب يبقى لكم طول العمر ممنون. بك تشرف وتنفيذك لمطلبنا يشرفني، أنا واحد وفي شعبي من أمثالي كذا مليون. قرأت كتاب لا تحزن لشيخي في صغر سني، وما ظنه قد تغير عن المعتاد والمسنون. فلك شكري وتقديري إذا تقبلتها مني، ولك خالص تحياتي وتقدير اليمانيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك وابنك مجلي القبيسي.